أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. اليوم سنتحدث عن المباراة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره الكونغولي، وسنتحدث عن وليد الركراكي واختيارات وليد الركراكي والأزمة الأخيرة التي حدثت بينه وبين زياش والنصيري. لكن قبل ذلك المرش والاشتراك في القناة. وليد الركراكي بات مطالبا أكثر الآن من أي وقت مضى بأن يثبت ذاته ويثبت للعالم بأنه رجل المرحلة لقيادة المنتخب المغربي للذهاب بعيدا في كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بالمغرب. ولا مجال للأعذار في الوقت الحالي، لأن وليد الركراكي يمتلك تركيبة بشرية هائلة على المستوى الفني وعلى المستوى كل المستويات. في الحقيقة لديه على المستوى الدفاعي، المستوى الهجومي، على مستوى وسط الميدان، ربما الدفاعي لديه بعض النواقص، لكن يجب عليه أن يتخذ مواقف جريئة في بعض الاختيارات. يجب أن يأخذ الأمور أكثر صرامة مع بعض اللاعبين، خصوصا ما حدث مع زياش ونصيري في الآونة الأخيرة وفي المباراة الأخيرة. الحدث التي حدث لزياش الذي قام بتصرف غير لائق وأخطأ، حقيقة أخطأ بهذا التصرف. لكن هو ليس أمر استثنائي في عالم كرة القدم، هو أمر عادي يقع في كرة القدم، لكن غالبا لا يقع مع المنتخبات ومع خصوصا اللاعبين لا يقومون بهذا التصرف مع منتخباتهم. أتحدث عن ميسي، رونالدو وعديد من النجوم كان لهم نفس الموقف مع الفرق، لكن مع المنتخب لا أتذكر أن نفس الموقف حدث معهم مع المنتخب، سواء المنتخب الأرجنتيني أو المنتخب البرتغالي. ونحن نتحدث عن لاعبين من المستوى على المستوى العالي في كرة القدم. وبالتالي هذا الأمر لا يجب أن يحدث في الفترة المقبلة من زياش. زياش كانت لديه مشاكل مع العديد من المدربين، وبالتالي لا يمكن للجمهور أن يتعاطف معه، خصوصا وأنه دافع على زياش في عديد المواقف في عديد الأحيان. والجمهور المغربي والشعب المغربي هو من كان يطالب بعودة زياش وعاد زياش، وبالتالي لا مجال للأخطاء بالنسبة لزياش، خصوصا زياش. أما نصيري فهو أيضا أخطأ بذلك التصرف. نطوي صفحة المشاكل، سنطوي كل الأمور التي تحدثنا عنها فيما سبق. الآن يجب أن يكون التركيز منصب حول هذه المباراة، لأنها مباراة مهمة، مباراة ستعيد الثقة للناخب الوطني سواء من الجمهور، وحتى هو يجب عليه أن يكتسب الثقة من هذه المباراة. يجب أن يكون أكثر شراسة على المستوى الهجومي، يجب أن يكون أكثر قوة، أكثر اندفاع، لأنه هو الطرف الأقوى، هو الطرف القوي في هذه المباراة. وبالتالي لا مجال للخوف، لا مجال للتراجع للوراء، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار الاختيارات التي يجب أن يقوم بها. فمثلا يجب أن يكون جريئا في بعض المواقف. مثلا زياش يجب عليه أن يبقي زياش في دكة البدلاء، لأن دياز كما نعلم بأنه بعد خروج زياش تحسن مردود دياز كظهير وليس كلاعب صانع ألعاب، وهو يتميز بهذا المركز أكثر من صناعة اللعب. ولكن لا يجب أن نهمل زياش على مقاعد البدلاء، ولكن هذه الأشياء يجب أن يعلم وليد الركراكي كيف يتعامل مع في المباراة. إذن على مستوى الدفاع هنالك تساؤلات حول عودة سايس، لماذا عاد؟ وهل لديه بديل ليعوض سايس، خصوصا على المستوى البدني؟ يبدو أن سايس غير جاهز بدنيا، حتى السن لم يعد يساعد اللاعب سايس. وبالتالي هنالك أمور كثيرة على مستوى وسط الميدان. أيضا هنالك تساؤلات حول أناحي ومستوى أناحي بعد المونديال. لم يعد أناحي هو الأناحي الذي أمتع وأبدع وأبهر العالم وتحدث عنه لويس إنريكي. أين هو أناحي ذلك الذي كان يضرب به المثل في ملاعب قطر؟ الآن أصبح يؤدي أداء متوسط، لا نقول ضعيف، لكن حتى على مستوى مارسيليا لا يلعب أساسي. تساؤلات كثيرة حول أيضا أمرابط والمستوى الذي يقدمه مع مانشستر يونايتد مع المنتخب في الآونة الأخيرة. أيضا على مستوى رأس الحربة، لماذا لا يقوم ب لماذا لا يقوم بإقحام
رحيمي ويعطيه الفرصة أكثر؟ لماذا لا يعطي الفرصة أكثر للكعبي؟ النصيري نعلم بأنه رأس حربة كلاسيكي وليس رأس حربة يساعد على بناء الهجمة، وكل هذه الأشياء يجب أن تناقش، يجب أن يأخذها بعين الاعتبار. حتى بونو، ربما إراحة بونو تكون جيدة لأن بونو لعب مباريات كثيرة. كل هذه الأشياء يجب أن يأخذها بعين الاعتبار وليد الركراكي. بالتوفيق للمنتخب المغربي ضد الكونغو، وحظ أوفر للمنتخب في باقي المواعيد.